السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. النهاردة معانا فيديو جديد، عاملين بقى الزبادي. كل سنة وانتم طيبين بقى علشان رمضان. وطبعا كلنا لازم كوباية الزبادي كده في السحور. بس كالعادة يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو اللي معملش اشتراك في القناة يعمل وفعل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. أولا نسمي بسم الله. معانا هنا أنا عاملة 2 كيلو لبن. دفيتهم يعني تدفية دمع العين كده زي ما بنقول، يعني مش سخنين قوي علشان الزبادي ما تبقاش مخرزة معانا. مش عايزين نسخن اللبن جامد. وانا ما بغليش لبن الزبادي يا جماعه. لبن الزبادي المفروض ما يتغليش علشان ما يغيرش طعم الزبادي معانا. هو اللبن المفروض ده بيبقى خميره، يعني اللبن ده اللبن الرايب او الزبادي ده بيبقى خميره، فالمفروض ما يغليش يعني علشان ما يغيرش معانا طعم اللبن معانا او طعم الزبادي. معايا هنا دفيته تدفيه خفيفه. معايا برضو كوبايه لبن زبادي انا عاملاها برضو، حطيت شويه لبن في كوبايه وسبتهم لما رابوا عملتهم خميره. حطيت معلقة سكر اختياري طبعا لو انتم مش عايزين سكر، بس ايه معلقة السكر بتفرق شوية في الطعم، بتدي تطعيم معايا للبن. هدوب مع كوباية الزبادي ومعلقة السكر في اللبن معايا، واللبن دافي طبعا. وهعبي بقى الزبادي السادة معايا كوبايات الشاي العادية او كوبايات بلاستيك، لو انتم حابين تجيبوا كوبايات للزبادي اي حاجة او اي كوبايات عندنا نعمل فيها الزبادي. احنا عايزين بنعمل حاجة اقتصادية في البيت، فمش عايزين نكلف نفسنا خالص يعني. فهعبي الزبادي السادة الأول. وهبدأ ايه اخد بقى كمية من اللبن كمان اعمل بيها زبادي ايه بالفراولة. معايا هنا ايس كريم فراولة، هاخد منه الكمية برضو اللي احنا عايزينها. يعني انا هنا واخدة حوالي لتر الا ربع كده عملتهم بالفراولة. طبعا احنا احنا ممكن نعمل اي طعم احنا عايزينه. الايس كريم نجيبه نعمل بيه الطعم اللي احنا عايزينه، اي طعم ايس كريم احنا عايزينه نعمل بيه طعم الزبادي اللي احنا عايزينه. ما نعملش بالجيلي. الجيلي يا جماعة هيفصل، لو عملنا بالجيلي الجيلي هيفصل من الزبادي. هنحط الطعم اللي احنا عايزينه زي ما احنا عايزين، زي ما احنا شايفين كده بقى. انا اخدت منه حطيت ايه معلقتين ايس كريم على اللبن اللي عملته بالفراوله، وهاخد شويه كمان هعمل نكهه الشوكولاته. دول النكهتين اللي كانوا موجودين عندي. احنا ممكن نجيب مانجا، ممكن نجيب مشمش، اي نكهه احنا عايزينها نعمل بيها. ناخد منها معلقتين او معلقه على حسب الكميه اللي احنا عايزينها. يعني مثلا لو عاملين 4 كوبايات نحط عليهم معلقة، وبرضه لو عايزين نزود شوية ونحط معلقتين مفيش مشكلة. وممكن نحط معلقة سكر كمان لو احنا حابين الزبادي مسكرة شوية على على الزبادي اللي هي بالنكهات يعني. طبعا الساده ما بتحطش عليها اي حاجه خالص، هو اللبن بس اللي عليه الخميره بتاعته اللي هي كوبايه الزبادي بتاعتنا. خلصنا كده الكميه اللي احنا عملناها. ما شاء الله ال2 كيلو عملوا لنا كميه حلوه، توفير ونظافة في البيت. بعد ما خلصت التعبية خالص حطيت حوالي 4 كوبايات مية دافيين، يعني سخنين شوية يعني نوعا ما. احنا ممكن لو الجو حر نستغنى عن خطوة المية دي ونغطي الكوبايات بالاسترتش زي ما احنا شايفين. لو الجو حر ما نحطش مية سخنة. لو الجو برد شوية زي دلوقتي ممكن نحط المية السخنة ونغطي بقى ونسيبها لحد ايه حوالي ساعتين او 3 لحد ما تربط. وبعد ما تربط ندخلها التلاجة برضو حوالي ساعتين او 3 لحد ما تتماسك معايا. هي ما بتاخدش وقت مننا خالص لان عليها خميره. واللبن كان دافي معانا فبتدينا النتيجه اللي احنا شايفينها. ما شاء الله الزبادي ناعمه وجميله وطعمها تحفه. شايفين ما شاء الله ناعم الزبادي معانا ناعمه. واحنا على فكره ممكن نعمل كميه اقل من كده، يعني كل واحد يعمل الكميه اللي هو محتاجها. ممكن نعمل كيلو، نص كيلو، على قد ما احنا عايزين، لان الزبادي ما بتتحطش كتير يعني ما بتتعمش كتير علشان طعمها ما يغيرش. كل سنه وانتم طيبين.